اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد السرمد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأمد، كما ينبغي لك أن تحمد. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم وفقنا للباقيات الصالحات قبل الممات، وأرشدنا إلى استدراك الهفوات قبل الفوات، وألهمنا أخذ العدة للوفاة قبل الموافاة، واجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات ويدعونك رغبا ورهبا، واجعلنا من الخاشعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا من لا تضيع عنده الودائع، اللهم إنا نستودعك ديننا وأنفسنا وأهلينا، والأمن في أوطاننا، والصحة في أبداننا، ونستودعك مملكتنا وخليجنا وبلاد المسلمين من كل اعتداء وحقد وطغيان علينا. اللهم أنت رب العباد، ومنك سبحانك الرشاد. نسألك لولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، التوفيق والسداد والعز والتأييد والرشاد، إنك أنت الكريم الجواد. ونسألك أن تنصر جنودنا ورجال أمننا على كل المعتدين والمتربصين، وعلى أهل الشر والفساد والأحقاد، يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه المعاد. يا سميع الدعوات، يا سميع الدعوات، ويا قاضي الحاجات، ويا كاشف الكربات، يا من يبدل الظلام نورا والعسر يسرا. اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وأصلح أولادنا، وتقبل صيامنا وقيامنا، وارحم اللهم موتانا. اللهم خص منهم الآباء والأمهات، واجمعنا بهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم إنك تسمع كلام
كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن الفقراء بين يديك، نحن المقرون المعترفون بذنوبنا. كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا. يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا. ما أقربك ممن دعاك، وما أرأفك بمن ناداك، وما أحلمك على من عصاك. إلهنا وربنا، هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وأمورنا لا تخفى عليك. هذه أيدينا لم ترفع لغيرك، وهذه جباهنا لم تسجد لسواك. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا منتهى كل شكوى، ويا صاحب كل نجوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها. نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النيران، وأن تبشرنا بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام. اللهم إنا نعوذ بك أن نخرج من رمضان كما دخلناه، وأن نكون ممن رغمت أنوفهم، ممن أدركوا رمضان فلم يغفر لهم. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك وبالعتق من نيرانك. اللهم وأعد رمضان علينا مرات عديدة وسنوات مديدة في صحة وحياة رغيدة. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا، واجعل الموعد جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، فآت كل سائل منا مراده، واكتب لنا الحسنى وزيادة، واجعلنا من أهل الحوض والشفاعة
ولا تخزنا يوم تقوم الساعة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.